وسهلا أعزائي الكرام، وتحياتي لكم أينما كنتم وارتحلتم. إليكم تقرير المفصل حول مواجهة المغرب الفاسي ضد نهضة الزمامرة، مع كافة التفاصيل المتعلقة بالموعد والترتيب الحالي في البطولة الاحترافية. إذا متابعينا الكرام، تعتبر هذه المواجهة من المواجهات الهامة في الجولة 16 من البطولة الاحترافية 2026، حيث يسعى فريق المغرب الفاسي لمواصلة التنافس على الصدارة، بينما يطمح فريق نهضة الزمامرة لتحسين وضعيته في وسط الجدول. إليكم أعزائي الكرام الترتيب: المغرب الفاسي يحتل المركز الثاني يتساوى في النقاط مع الجيش الملكي المتصدر، أما نهضة الزمامرة يحتل المركز 11 ب16 نقطة، يسعى الابتعاد أكثر عن المناطق الخطر. المغرب الفاسي يدخل اللقاء بمعنويات عالية جدا، حيث لم ينهزم في آخر 5 مباريات، فوزين و3 تعادلات، ويمتلك دفاعا صلبا لم يستقبل سوى 7 أهداف. الفوز غدا قد يقفز به إلى الصدارة في حال تعثر الجيش الملكي. أما نهضة الزمامرة فريق يعاني من تذبذب في النتائج مؤخرا، لكنه دائما ما يكون خصما عنيدا على أرضه. تاريخيا المواجهات بين الفريقين غالبا ما تنتهي بالتعادل، مما يعني أن المباراة ستكون تكتيكية بامتياز. المغرب الفاسي عينه على اللقب هذا الموسم، وإن تعثر في مباراة الزمامرة اليوم قد يمنح الفرصة للوداد والرجاء أصحاب المركزين الثالث والرابع ب30 نقطة لتجاوزه. إذن أعزائي الكرام، موعد المباراة هو اليوم، يوم الأحد، على الساعة 4 عصرا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت السعودية على الساعة 6